بص يا صديقي، قبل ما تحط ايدك على خدك وتفضل تبكي وتقول انا احسن من ناس كتير بيلعبوا في انديه، انا ليه ما بلعبش في نادي مع اني موهوب وحريف وجامد جدا. اللي خلى الناس دي تلعب دوري ممتاز وتحترف بره كمان اجتهادهم بره الملعب مش في الملعب. الملعب لو اي حد نزل ربع ساعه او نص ساعه او ساعه هيقدر يأدي ويعمل كل المهارات اللي عنده وينفذ كل المهارات. انما المساله مش هنا، المساله كلها بره الملعب، الخلطه كلها بره الملعب، السر كله بره الملعب. عشان كده المدربين الكويسين يقول لك التزامك بره الملعب هو اللي هيخليك تأدي بشكل كويس في الملعب. التزامك دينيا، التزامك اخلاقيا، التزامك صحيا. عشان كده بقول لاي لاعب كوره التزامك بره الملعب هو اللي هيؤثر عليك بالسلب او بالايجاب في الملعب. لازم تكون لاعب شاطر وذكي. التزامك بره الملعب في نومك وفي اكلك وفي شربك وفي صحتك هو اللي هيوصلك للي انت عايزه في كرة القدم. غير كده ما تسألنيش تقول لي انا ما لعبتش كرة ليه او ما كملتش كرة ليه او ما لعبتش في نادي كويس ليه. تلاقي اللاعب بيسهر وبيعمل حاجات مش كويسة وفي نفس الوقت مش مظبط اكله. عايز تبقى لاعب محترف ازاي؟ عايز توصل للليفل اللي في دماغك ازاي؟ على فكرة ربنا بيدي المجتهد واللي بيسعى مش في الملعب. انت الملعب ده عبارة عن امتحان، انت بتذاكر بره الملعب، بتذاكر وبتجتهد، تمنع نفسك عن حاجات كتير ممتعة انت ممكن تعملها، بتبقى متعة لحظية زي ما انت فاهم. ربنا بيكلل مجهودك اللي انت عملته بره الملعب جوه الملعب. مش تفضل تبكي بقى وتعيط وتقول انا ليه ما لعبتش دوري ممتاز وانا ليه ما بقتش لاعب محترف وانت اصلا مش ملتزم ومش تستحق. فعشان كده بقول لك التزامك بره الملعب هو اللي هيخليك نجم جوه الملعب.